خلال احتفالها باليوم العالمي للنحل عام 2019 أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن التراجع العالمي في أعداد النحل يشكل تهديدا خطيرا لمجموعة واسعة من النباتات الحيوية وعلى الإنسان وسبل عيشه، بل ودقت نقوص الخطر من أن بعض الأنواع البرية من النحل هي عرضة لخطر الانقراض. الأكيد أنكم سمعتم عن العسل اليمني، هو أحد أغلى أنواع العسل في العالم، يشتهر بجودته العالية وخصائصه العلاجية المهمة. سعر الكيلو الواحد من العسل داخل اليمن لا يقل عن $75، فيما قد يصل سعره في الخارج إلى نحو $500. صادرات اليمن من العسل حتى العام 2014 كانت تقارب 50,000 طن، لكنها تراجعت إلى النصف بعد الحرب بسبب ظروف الصراع والتغيرات المناخية. الحكومة اليمنية صنفت العسل في العام 2003 كأحد السلع الاستراتيجية لأهميتها في دعم الاقتصاد، أي نحو 100,000 أسرة يمنية تعتمد على تربية النحل كمصدر أساسي لكسب الرزق، وذلك وفقا للأمم المتحدة. تشير التقديرات البحثية لوجود أكثر من 90,000 نحال في اليمن. لكن سأريكم فيديو غريب نوعا ما للشاب عبد الجبار الغولي. هو شاب يمني عمره 28 عاما، يملك منحلا ويعمل في إنتاج العسل منذ العام 2014. نشر هذا المقطع. هذا هو النحل اليمني المنتج لأجود أنواع العسل في العالم، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو النحل اليمني، يحبنا ونحبه، ما شاء الله تبارك الله. بدأت تغطي على العين والرأس. أهلا بنحلي العزيزات الغاليات. ربما البعض منكم لم يستطع إكمال مشاهدة المقطع ورؤية 15,000 نحلة وهي تغطي وجه النحال، لكن لا تعتقدوا أنه رجل خارق، فعبد الجبار الغولي بدوره لا يسلم من لسعات النحل، وفي بعض الأحيان يأخذ كل الاحتياطات الممكنة. لكن كيف علق اليمنيون على مشهد النحل على هذا الشاب والكميات الكبيرة من النحل؟ نبدأ هنا بتغريدة عبد الكريم الكحلاني، يقول: لا عجب فالحب يولد حب، وحبك للنحل جعل منها عاشقة لك. صورة جميلة جدا لا تقدر بثمن. وصلنا لأبو راغد يقول: النحل يحب من يحبه، وش نسمي العسل هذا اللي بيتغذى من وجهك وراسك؟ عسل جباري، طبعا بيكون سعره غالي. وصلنا لمحمد الأبارة: لا شك أنها علاقة حميمة جعلت النحل درعا منتظما لك. أما أحمد يحيى يغرد ويقول: يا ريت يتكاثر النحل عندك بشكل كبير في جميع المحافظات، ونتمنى من الدولة الاهتمام بك والتشجيع. أخيرا فاروق يقول: اللي بيسأل كيف تجمعوا بهذا الشكل تقول له أنت فقط حط الملكة بأي مكان تحب وبتجمعوا في النحل، وهم بقصروا حماية وحراسة. لكن ما مدى تأثير لسعات النحل على الشخص؟ لسعات النحل لا تستدعي زيارة الطبيب إن لم تكن تعاني من حساسية معينة، يمكن معالجة آثارها في المنزل، لكن التعرض للسعات متكررة قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات سامة وينتج عنها الشعور بالإعياء التام. دعونا نرحب بالنحال اليمني عبد الجبار الغولي. مرحبا بك معنا عبد الجبار. يعني الكثيرون يخافون من لسعات النحل، لكن نحن نتحدث عن 15,000 نحلة. كيف استطعت تجميع هذه الكميات وعلى وجهك؟ يعني هذا هو الغريب. حياكم الله أستاذ ألين، وشكرا لكم ولقناة الجزيرة على استضافتنا. بالنسبة للنحل، أو السبب الأول هو وجود ملكة النحل. ملكة النحل تطلق رائحة يسميها العلماء الفرمون، هذا الذي يقوم بالسيطرة على خلية النحل، أو أداة الملكة للسيطرة على كامل الخلية، فهذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو التعامل بهدوء وحذر وعدم الحركة بشكل زائد. طيب عبد الجبار، لماذا نشرت هذا الفيديو؟ يعني ما هي طبيعة العلاقة اللي ممكن أن تكون بين النحل وبين الإنسان، وما هي رسالتك لهذا الموضوع؟ والله أنا نشرتها أولا كتعبير عن حبي
لسلالة نحلنا اليمنية العظيمة والتي تتميز بصفات كثيرة. وثانيا نشرتها لتسليط الضوء على هذا الجانب أو على النحل اليمني، خاصة أنه بعد أيام سيصادف 20 مايو وهو اليوم العالمي الذي حددته الأمم المتحدة لحماية نحل العسل. النحل اليمني يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى رعاية، فحبيت أن أسلط الضوء على هذا المجال. أما رسالتي فهي الحفاظ على تراثنا اليمني. النحل تراث لنا كلنا كيمنيين، فنحن في اليمن نشتهر بإنتاج أجود أنواع الأعسال في العالم، ويحتاج قطاع النحل في اليمن إلى اهتمام، إلى إنشاء مراكز للتدريب وتأهيل النحالين حتى نستطيع أن نطور من هذا القطاع ويصل عسلنا اليمني إلى مختلف بقاع العالم. عبد الجبار، بما أنك تحدثت عن أهمية النحل وأهمية العسل، ما هي التحديات التي يواجهها النحل في هذه الأيام بشكل عام؟ والله التحديات كثيرة جدا، سأذكر بعضها. رش المبيدات والتحطيب الجائر للأشجار، هذا يؤدي إلى قلة المرعى، ورش المبيدات يؤدي إلى نفوق الكثير من الخلايا، وكثير من النحالين خسروا مناحلهم بسبب الرش. هذا يحتاج إلى سن قوانين تعاقب كل من يتسبب بهذا. أيضا نحتاج إلى مراكز بحوث متخصصة بالنحل والنحالين اليمنيين ودعمهم في علاج أمراض النحل في مختلف الأشياء. أيضا نحتاج إلى مراكز تأهيل وتدريب في اليمن للنحالين. شخصيا أنا اضطررت إلى السفر إلى خارج اليمن إلى أحد الدول العربية وبالتحديد مصر لدراسة هذا الجانب. أيضا نحتاج إلى مختبر متخصص لفحص العسل حتى نعيد الثقة للعسل اليمني، ويكون مختبر متخصص في فحص العسل اليمني وحكومي ورسمي حتى يثق الناس بمنتجنا ويعودوا سمعته العالمية كما كان من قبل. نشكر مداخلتك معنا النحال اليمني عبد الجبار الغولي، شكرا جزيلا لك.